السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ النهارده عملت ايه؟ وصفة سريعة جدا وكلها في طاسة واحدة، ومش هعمل اي حاجة غير طاسة واحدة بس. هعمل وجبة الغدا النهارده بتاعتي. اول حاجة بقى قبل ما نبدأ اي حاجة، لسه مشتركش معايا في القناة ينزل يشترك ونضغط لايك ونعمل كومنت حلو، نعمل منشن لاهلنا واصحابنا كمان. نجيب طاسة ونحط فيها معلقتين سمنة وننزل بنص كيلو من البانيه المغسول. حلو جدا زي ما انتم شايفين معايا، بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي 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 كمان. الوصفه دي للكسلانين بقى، اللي هم ايه مش عايزين يقفوا في المطبخ والجو حر جدا. احنا هنعمل الغدا النهارده كله في الطاسه دي، مش هنوسخ اكتر من الطاسه دي. عملت ايه؟ شوحت البانيه وحمرته كده في معلقتين الزيت لحد ما ياخد لون معايا زي ما انتم شايفين معايا، بطريقه سهله جدا. وحطيت عليهم فلفل اسود، وبعد كده رشيت ملح عليهم بعد ما خرجته من الطاسه. ونزلت كل بواقي الفراخ كده في قلب الطبق معايا، وبعد كده رشيت عليه شويه ملح. وبعد كده جبنا الطاسه بتاعتي بقى، حطينا فيها معلقه سمنه كمان، نزلنا بمعلقتين من الدقيق كبار وحمرناهم في مكان الفراخ، يعني كله هياخد المرقه بتاعه الفراخ اصلا. فنزلت بقى بمعلقه سمنه كمان، دي سمنه كنت مسيحاها فانا بستعملها. بس يا جماعه كده لفت معايا الدقيق اول ما يخش معايا بس في تغيير اللون كده زي ما انتم شايفين، هنزل بكوبايتين من اللبن او بما يعادل نص كيلو من اللبن. وكمان ايه، نزلنا دلوقتي بنص كيلو من اللبن على المعلقتين من الدقيق، عشان عايزه القوام بتاعي النهارده خفيف وايه وحلو. وبعد كده هنزل بمكعب مرقه ماجي، وكمان حبه فلفل صغيرين، نص كوبايه من مرقه المكرونه. مش مرقه المكرونه، الميه اللي احنا بنسلق فيها المكرونه، بناخد نص كوبايه كده وبنركنها على جنب. ضفناها على البشاميل بتاعي كده او الصوص الابيض زي ما انتوا بتسموه. وضفت حبه فلفل اسود وقلبت المكون كله كده مع بعضه لحد ما ايه اداري القوام بتاعي اللي هو ولا خفيف ولا تقيل. نزلت بالفراخ على طول في قلب الصوص الابيض. وبعد كده عملت ايه؟ خلاص اكتر من كده الوصفه بتاعت النهارده خلصت، وهنزلها من على البوتاجاز ويلا نغرفها مع بعض بطريقه ايه اسهل من كده ما فيش والله العظيم. كنت سلقه طبعا كيس مكرونه على حسب احتياجك انت للمكرونه، انت سلقي زي ما انت حابه، ده كيس من المكرونه. وبعد كده قطعت، كان عندي فلفل الوان احمر واصفر واخضر وطماطم وخيار. قطعت كل الخضار كده شرايح زي ما انتم شايفين معايا، وضفت عليه بس ليمونه كده عشان الحر. وجبت ايه، غرفت المكرونه بتاعتي هي بطريقه ايه سهله جدا وبسيطه خالص خالص خالص. وصفه النهارده يا جماعه مفيش اسهل منها ولا ابسط منها. يعني حاجه مش هتكلفنا كتير، وكمان ايه طاسه واحده اللي احنا عملنا فيها وجبه الغداء النهارده، عشان احنا بنكسل بقى والجو حر مش بيساعد على الاكل خالص، فاحنا عايزين الاكل الايه الخفيف ده بس. فانا رصيت كده المكرونه كلها في الاطباق، وبعد كده طلعت البانيه من قلب الصوص بتاعه وحطيته على المكرونه، عشان انا برده مش عايزه اوسخ اطباق كتير، هو طبق واحد بس اللي انا ايه. وجبه النهارده عباره عن طاسه عملت فيها وجبه الغداء، وكمان طبق واحد بس اللي انا اكلت فيه. يعني وجبه اقتصاديه وموفره من النظافه لكل حاجه النهارده بس. فانا جبت البانيه كده ورصيته في الاطباق، وشكلت بقى الاطباق بتاعتي ايه. كان عندي بقدونس، جبت بقى البقدونس بتاعي وقطعته كده وزوقت بيه الاطباق بقى عشان هو ابيض صك كده. شيت بقى رشه بقدونس كده على الوش وبألف هنا وشفا. الصراحه الوصفه دي هايله 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 وطعمها خطير جدا. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك. باي باي.